السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. في مثل هذه المناسبات نتذكر قول الله عز وجل الذي يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويشجع الشباب على الزواج قائلا: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذه تعاليم ربنا وتعاليم محمد صلى الله عليه وسلم نبينا في مثل هذه المناسبات، أن يتخير الإنسان زوجته رفيقة الحياة. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. مطلوب الجمال ومطلوب النسب والحسب ومطلوب المال والسلطان، لكن على رأس كل ذلك الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك. لأن صاحبة الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرها أطاعت وإذا نظر إليها سرت وإن غاب عنها حفظته في ماله وبيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه التعاليم الكريمة الطيبة المباركة جاءت آل منصور من جبل الخليل لتطلب يد ابنتكم المصون الكريمة الدكتورة نور الجمال من أهلها من أقاربها من والدها، لتكون زوجة ورفيقة حياة لابننا ليث منصور على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما اتفقتم فيما بينكم من مهر معجل ومؤجل. سأل الله عز وجل أن يجعل فيما بينكم الود والسكينة والحب واللقاء الطيب المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مثل ما بيقولوا قهوة الأجاويد ما بتبرد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ويا غزة الحمراء منك نعتذر، ولكن أمر الله قائم والله غالب على أمره. الحضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أرحب بآل منصور وجاهتهم الكريمة وأصدقائهم وأنسبائهم. حللتم أهلا ووطأتم سهلا وشرفتم هذا المكان. وأرحب بأهلي وعزوتي آل الجمال وأنسبائي وجيراني وأقربائي الآخرين من أنسباء، وأشكرهم على حسن استقبالهم لجهتكم الكريمة. والحمد لله الذي جعل المصاهرة سببا حتميا وفرض
وفرضها على أمة الإسلام ليجمع بها الأرحام ويلزم به الأنام، حيث قال في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عز من قائل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. أحييكم مرة أخرى وأنوه إلى حب الله لنا في هذه الساعة المباركة والجلسة المباركة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا كيف يحب الناس البشر. هو أصلا يحبنا، ولكن أعمالنا التي تقرر. فهو القائل: من اتبع هدي النبي المصطفى فقد أحبه الله. فأنزل في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فذلك نحن أحباب الله، وهذه الجاهة المقبلة والمستقبلة اجتمعت لحب الله، وذلك لاتخاذ خطوات كما قال أخوي أبو جهاد في تحصين الشباب وتطبيق شرعه وسنة نبيه. وقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهاي المودة والرحمة والآية بدها يوم كامل شرح ولا تطال. كما أمرنا أن نتبع هدي النبي المصطفى، حيث قال النبي المصطفى: الزواج سنتي وسنة الأنبياء من قبلي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وأنت يا دكتور ليث حقا عاهدناك ذا خلق ومتبع منهج رباني، متبع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتربيتك في بيئة فيها مرضاة الله سبحانه وتعالى، ولا نزكي على الله. فأهلا بكم جميعا مرة أخرى. وأنت يا ليث في هذه الجهة مع هذه الجهة الكريمة، وعمك أبو جهاد طلب لك حبيبة القلب، قرة العين، مهجة الكبد، صغيرة العائلة. والله إني صادق إنها لا تنهج ولا تتخذ أي قرار إلا من الكتاب والسنة وإلا بحكم شرعي. الحمد لله. فهي أمانة في عنقي، لأنها ستخرج من عنقي إلى عنقي، ومن ذمتي إلى ذمتك، ومن بيت الرحمة إلى بيت الطاعة والمودة والرحمة. فجاهدكم موطرة، ودكم وطلبكم مجاب. والسلام عليكم ورحمة الله. سنة التوفيق الفاتحة يا إخوان. مبارك عليك. معنا ولا حد يقدر يمنعنا، ودي فرحة أخيرا تجمعنا ولا حد يقدر يمنعنا. وأخيرا هديت مقفول علينا بيت وصبرنا له معنا، ودي فرحة بتجمعنا قدام العالم. انتي مراتي وده كل اللي انا عايزه في حياتي. قدام العالم انتي مراتي وده كل اللي انا عايزه في حياتي.
حكالي ونقول خارجين أو حتى مسافرين أو للصبح برا سهرانين خارجين أو حتى مسافرين أو للصبح برا سهرانين مفيش غلاسة وآلات ولا تكشير ولا دم اتحرق طبعا انتوا فاهمين فرحة أخيرا تجمعنا ولا حد يقدر يمنعنا ودي فرحة أخيرا تجمعنا ولا حد يقدر يمنعنا وأخيرا ايديك مفتوح علينا بيت وصبرنا له معنا ودي فرحة تجمعنا قدام العالم انتي مراتي وده كل اللي انا عايزه في حياتي قدام العالم انتي مراتي وده كل اللي انا عايزه في حياتي ولا يهمنا مين دي عيون حاسدين والحلم ده بتاعنا ودي فرحة بتجمعنا